السلام عليكم اخواتاتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير بصحة وسعادة وعافية يا رب. مرحبا بكم في فيديو جديد من حلويات برستيج واقتصادية. شكون فينا ما يحبش المقروط؟ كي يكون كيما هكا طري يذوب في اليد قبل الفم، معسل الله الله، خفيف مرمل والتمر من داخل طري ماهوش يابس، ويجي سهل التحضير، ما يديش وقت ويقطع كمية كبيرة، يعني في وقفة تحضره. اليوم إن شاء الله راح نحضر معكم مقروط سنيوة بالتفصيل خطوة بخطوة، وراح نعطيكم كل نصائح باه ينجح لكم من أول تجربة ويجي طايب وذهبي، وأكيد يعني مع إضافة لمسة من لمساتي. نبدأ بسم الله، ما تنسوش دعمنا بالجيم، ما نوصيكمش خواتاتي، ويلا على بركة الله. أول حاجة جبت السميد، لهنا استعملت 4 كيسان ولا 4 كيلات نتاع السميد. لهنا استعملت سميد رقيق اللي يجي متوسط، لأنه السميد رقيق كاين نوعين، كاين رقيق خلاص لرطب خلاص، وكاين اللي أخشن منه. أنا استعملت هذاك اللي أخشن منه، وتحبوا ديروا سميد المتوسط ديروا، يعني هذا ثاني يجي مليح. زدت عليهم كاس نتاع سمن ذايب وبارد، لكن يبقى سائل ونزيدوه، يعني كاس كامل ولا كيلة. من بعد راح نخلط هاد المكونات ساع وحدهم. هنا من المفروض اني نزيد نص كاس تاع زيت، لكن نسيتو، راني زدتو مع الاخر. دوكا تشوفوا نبقى نخلط هاد المكونات مع بعضهم، نخلط هكا حتى نشوفوا هذاك السمن هذاك دخل كامل في السميد. وكيما هكا نتستي بزوز تاعي نحكم شوية من هذا الخليط، ونلظو بين يديا نزيرو هكا، ومن بعد نحطو. اذا تفتت معناتها مازال تحتاج تبسوها وتحكوها بين يديكم كيما هكا. انا درت لكم هذا التيست بالعاني باش يعني باش تشوفوا كيفاش كانت مفتة، ومن بعد كيفاش راح تحكم روحها. نكمل نبسسها بهذا الشكل. شغل راني ندير في البراج ولا في الرخساز، ولا ندير في هذا المقرود تاع المقلاة ولا تاع الفرن، هذاك اللي نديرو حبة تاع الشرق، يعني عادي بهذه الطريقة. من بعد وساعة لساعة نتستي نفس الشي، نجيب كمية كيما هكا نزيرها ونشوف إذا تفتت نكمل نبسس بين يديا، وإذا ما تفتتش بهذه الطريقة خلاص دركا يعني نخليه الخليط تاعي يرتاح. من الأحسن أنكم تخليوه يرتاح ليلة كاملة. أنا ما خليتوش ليلة كاملة، تقريبا غير نص ساعة فقط ولا ساعة غير ربع، ما بين ما ديباراسيت الحلا وغسلت المعن هاكم تعرفوا، وما بين ما رحت وجدت المكونات السائلة. لهنا عندي نص كاس نتاع ماء عادي، يعني بملعين بدرجة حرارة الغرفة. زدت عليه كمية من الماء زهر حتى نتعمر. نزيدو هكا في بول ولا في غيسيبيون. من بعد نزيد لافاني. هذه لافاني سائلة زدتها مع السوائل. إذا عاد عندكم لافاني اون بودر زيدوها مع السميد. وزدت ثاني كمية تاع الملح، ولا هنا زدت ملعقة كبيرة نتاع عسل ولا عسيلة. يعني هذه الإضافة راح تخلي المقرود تاعكم، أنا نقولوا مقرودة، هنا في منطقتنا نقولوا مقرود، وفي بداية الفيديو قلت مقروط هكا باش يفهموني وعجل يعني الفيديو. المهم الكمية هذه تاع العسل اللي درناها راح تعطيه التحميرة هذيك الذهبية اللي شفتوها في أول الفيديو. نكمل نخلط كامل المكونات هكا. وراح نزيد لهم أيضا نص كاس تاع زيت. راني لميت كلش وتفكرتوا نزيدوا لهنا، ومن الأحسن أنكم تزيدوه مع السميد خير. نزيدو ونخلطو مليح، يعني نحاول ندمجو جيدا نخلط حتى نحس بلي هذاك الملح ذاب. لازم الملح يذوب مليح مليح. بعد مرور هذيك المدة نص ساعة ولا ليلة ولا صبحة ولا ساعتين ولا 3، يعني واش قدرتوا خليوه. راح نفتحه كيما هكا، يعني تحسوه بعد حتى المار عفوا هذاك السمن هذاك تحسوه يعني امتصوا هذاك السميد. زدت عليه نص كاس تاع فرينة. الفرينة لهنا زدتها باش تعطيله خفة، وباش يعني تخليه يتماسك من بعد ما يتشقلكمش، يعني كي يطيب ما يتشققش. وثاني نوعية شوية تاع السميد اللي استعملتها شوية ناقصة. المكون الثاني اللي زدته وش هو؟
هو جنجلانية محمصة، يعني راح تعطيه واحد الجو هايل 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 هايل. حمصوها، لكن حمصوها خلوها ذهبية. ما تخلوهاش تكون تحرقوها ولا، لأنها راح تمد طعم بمرارة. ومن بعد زدت ملعقة صغيرة ماهيش معمرة مليح نتاع خميرة الحلوى ولا خميرة كيميائية. هذيك تعطيه طراوة، ويعني ما تأثرش في الشكل تاعو، وراح يطيب خفيف 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 ويجي يهبل. من بعد نجيب هذيك المكونات السائلة ونبدأ نبل في العجينة. قبل ما نلوح المكونات هذوك لازم نعاود نخلطهم، لأنه الزيت من بعد راهو يطلع من الفوق وشغل ما يتخلطش. نزيد غير بالتدريج و... ونلم، يعني راكم تشوفوا فيه نلم غير بصباعي فقط، ما تعجنوهاش. لموا غير شوية كي تشوفوا العجينة قريب يعني تتلم، وليو زيروا عليها فقط، شغل راكم تعجنوا فيها حاجة قليلة فقط. شوفوا لهنا ثاني تستي والتست الثاني. كي ديروا العجينة تاعكم كيما هاك تلقاوها مشقة، معناتها راهي مازالت محتاجة السوائل. زيدوا لها غير بشوية. المقادير هذو كامل راهم مضبوطين. دوكا نشوفوا نكمل السوائل. نلقاها يعني قد قد. تبعوا فقط الخطوات هذه راح يجيكم يعني ساهل، ويجيكم يعني بنين بنين بنين، خاصة هذيك الجنجلانية هذيك كي تحمصوها وتزيدوها صدقوني تمدقوا هايل. شوفوا لهنا نزيدو نتستيو، يعني هو مازال شوية يدير شوية يتشقق. كملت الكمية تاع السوائل وخلاص. كيما قلت لكم ما نعجنوهاش غير كيما هكا فقط. بهذه المقادير راهي تجيكم شوية تبان لكم جارية، لكن ما هيش جارية، يعني شوية فقط تبان جارية. يعني غير تخليوها راح يكمل يمتص السميد، لكن ما ديروهاش جارية ياسر، باش من بعد كي ديرولها العسل يعني تمتص العسل. لو كان تكثروا لها دركا السوائل راهو يمتص السميد، عنده خاصية الامتصاص، لكن من بعد راهي ما تمصلكمش العسل، وتجيكم يجيكم المقرود تاعكم شغل صامت. نخليها جانبا ثاني تريح، ونجي لهنا الغرس نتاعي، ولا التمر ولا عجينة التمر. انا خرجتها من الثلاجة قصيتها، لكن جاتني شوية يابسة، يعني ما قدرتش نعجنها، وليت حطيتها شوية تفور، غير جزت يعني قاسها الوفار هذاك. وعاودت جبتها لهنا كي طرات شوية بديت نعجن فيها. المرة الأولى شفتوني زدت لها شوية مزهر وشوية زيت. تحبوا ديروا زبدة ديروا، تحبوا ديروا مكسرات ولا ججلانية يعني ديروا واش تحبوا. تحبوا ديروا ثاني زقوقو راح يعطيه بنة يعني هايلة هايلة. زقوقو ارحيوه ولا حطوه هكاك حب وحمصوه ما تنساوش. المهم عجنتها حتى ولات بهذا الشكل. شوفوا انا كنت خادمة هذا التمر من قبل، راح نخلي لكم رابط الفيديو في اسفل هذا الفيديو. المهم لهنا ديروه طري وما تخليوش يجي جاري ياسر، باش من بعد يساعدكم في الخدمة. انا راح نحطه في الثلاجة باش يزيد يتماسك شوية، ومن بعد نرجع له. نجيب دركا السميد نتاعي، يعني نخدم خدمة في وسط خدمة هكا باش يجيني ساهل ولهني. لقيت العجينة تاعي كيما شفتوها نشفت شوية. نزيدلها كمية قليلة تاع الماء، يعني نزيد غير بشوية ونشوف. المهم اذا بقيتوا تكوروا اذا زدتوا الماء بقيتوا تكوروا في العجينه وبقى السميد نتاعكم يتشقق، يا تزيدوا له شويه نتاع فرينه، يا تخليوه هكاك، لانه راهو النوعيه تاعو اللي ماهيش مليحه. لو كنت تبقاو تزيدوا في الماء يعني راح تفسدلكم وتجرى لكم العجينه، ومن بعد ما تقدروش ما تعرفوش كيفاش ديروا لها. وراكم تعرفوا اذا بقيتوا تزيدوا في الفرينه وفي السميد البزوز تاعها راح ينقص وتجيكم يابسه. المهم ما تخليوهش يكلحكم. كيما شفتوا انا تاعي العجين بقى شويه يتشقق، لكن كملت. لهنا حكمت بعد ما دخلت هذيك الماء هذاك في السميد، وما تعجنوش عفوا في العجينه، وما تعجنوش. جيت لهنا وليت قسمته على زوج، ماذا بكم يكونوا يعني في زوج ليبول قد بعضها. شفتوني انا وزنتهم هكا باش تجيني خدمة متقونة، وتجيني الطبقة الفوقانية قد الطبقة التحتانية. من بعد جبت البابي فيلم هذا، ولا استعملوا بلاستيك يكون خشين شوية، وكيلوه على البلاطو اللي راح طيبوا فيه. لازم يجي قدو قد قد كيما شفتوه. ونجيب هذيك العجينة الأولى ونحطها على
البابي هذاك ونفتحها يعني بسمك يعني يكون عادي هكا، سمك ثم طبعا اللي تحكموا فيه، والمول هذا فيه تقريبا 30 على 35. إذا حبيتوا يجيكم المقروض تاعكم عالي عفوا صغروا البلاطو، والعكس إذا حبيتوا يجيكم رقيق كبروا البلاطو. المهم أنا أعطيتكم الأبعاد هذه، العجينات في زوج تقريبا فيهم كيلو، 500 وحاجة 500 وحاجة. شوفوا لهنا نحاول اني نعدلها قد قد، وراني ندير فيها اقل من هذاك البابي فيلم بمليمترات هكا، باش من بعد كي نحطه وما يجينيش ثم تجيني خدمة نظيفة. دوكا تشوفوا كيفاش. لهنا نحي لي تخاص تاع يدي تاع صباعي ونعدلو بهذا الشكل. بعد نجيب البلاطو نحطه فيه. قبل ما نجيب البلاطو نحطه فيه نجيب اي حاجة تكون يعني مستوية هكا يابسة. انا لقيت هذا البلا درته ونحط فوقه هذاك العجينة هذيك، من بعد نحط فوقها البلاطو مباشرة ونقلب بهالطريقة. يعني ما تتعبوش خلاص وما تعبكمش، وحتى لو كاش مكان هكا تحركت يعني حاجة قليلة فقط. وشتو المكان اللي راني نمس فيه دركا، لانه راني مام كي حطيت البلاطو على العجينة راني ما حطيتوش قد قد، كان حطيته قد قد يعني يجي قد قد يعني مش حاجة. انا غير نخدمه بيدي هكا غير شوية. تحبوا تجيبوا اي اداة يعني تزيدوا تملسوا بها السطح مش مشكل، يعني هكا الواحد يخدم خدمة نظيفة ومتقونة. خلاص درك كملت الطبقة الأولى. نرجع البابي كويسيا يا شو بابي كويسون، راني دخت. نرجع البابي كويسون. درتو شوية زيت، ومن بعد جبت هذاك الغرس يعني باش ما يلصقليش، لاني كي فورته يعني اكيد راح يجيوه سوائل يعني هكا يتندى. لجل هذيك بانت لي بلي راح يلصق لي. درتو فقط. اذا عاد الغرس تاعكم ناشف يعني ديروه مباشرة. لهنا راني ديتو وجبتو رحت وزنتو. يعني الكمية تاع الغرس ديما تكون يعني حسب الذوق. تحبوا يعني يكون مليان غرس كثروا، تحبوا يكون ناقص نقصوا عادي. لكن يعني عادة نعطيكم لاصيوص تاعي اللي نديرها انا. الغرس كمية تاع الغرس نديرها قد طبقة من الطبقات، يعني خيشتوني درت دوبول، واحدة من الفوق وواحدة من تحت. كمية الغرس نديرها بوزن واحدة فيهم هكا باش يجيني طبقات كامل كيف كيف، وما يجينيش حلو ياسر وما يجينيش ناقص غرس، يعني يجيني سوا سوا. هذا ما كان تحبوا نتوما تكثروا تحبوا تنقصوا. من بعد لهنا نجيب الغرس تاعو نعاود نحطه كطبقة ثانية على الطبقة الأولى ونعدلو كاش ما لقيت زوائد كاش ما واني ما يجيش يتعب. راكم شفتوا طريقة سهلة خلاص. ومن بعد كي تقسموه يعني يجيكم الغرس هذاك ما يجيكمش معوج. نكمل لابول الثانية نعاودها بنفس الطريقة نتاع الاولى، نحطها هنا في البلا ثاني. لهنا ما تخافوش قلبوا الغرس نتاعكم. انا كنت خايفة لانه ديجا كيما نقولوا طاح لي وعاودت درتو وعاودت ما فزتش الحمد لله. طاح لي من البوطاجي للبوطاجي، كنت حطيته فوق واحد العفسة يعني زلق طاح تقلب على فمه. شفتوا لهنا كيفاش طريقة سهلة خلاص. يعني حاولوا تحطوا البلاطو فوق الاخر. كي تحطوا الغرس تمر هذا كي تحطوا على الطبقة الأولى لضوه هكا باش يلصق، باش من بعد كي تقلبوا البلاطو تاعكم يعني ما يعاودش يطيح. هذا ما كان. شوفوا لهنا جاتني قد قد غير نعدلها فقط من الجوانب كما راكم تشوفوا فيها. وممكن نحط الطبقة الأخيرة ثاني نزيد نزيرها ونزيرها هكا بيدي. نخلي البابي كويسون ونعدلها. من بعد نحي كاش ما كان لي تخاص تاع الصباع ولا نحيهم. من بعد نمورو كيما نقولوا نعلمو ولا نقسمو بلا يعني غير نطراسيه فقط. انا استعملت هذه تاع البقلاوة يعني جاتني سهلة وليه وحبتها صغار. احنا يعني نحبوا الحبات يكونوا صغيرين هكا يجيو ظراف وما يجوش كبار ياسر.
ويجيو متحوفين. المهم بعد ما نكمل نطراسي السطح كامل نولي نعاود نقصو حتى للآخر. لهنا ما تلوموش راني كي نقعد في الليل راني ما نشوفش مليح، تبلي باللي قد ما تكون الدنيا ضاوية تبلي شغل ظلمة. أجل هذيك هكا تشوفوا فيا لا شي. المهم نتوما اعدلوه مليح، راني قاعدة نركز باش يجي مسحوف. هذا الطبق خرج لي 35 حبة كما راكم تشوفوا فيها. اللي انا واش راني ندير، راني قاعدة ندير في الواتر كما نقولوا تاع الكاري هكا باش نخرج الوسط تاع الحبات باش نبدأ في التزيين. والفرن راني شعلته على 180 درجة، شعلته غير من تحت فقط وخليته يسخن، يعني غير كي بديت التزيين شعلته ما شعلتوش النهار الاول، خليه يسخن مليح ونكمل نزين المقرود تاعي. ومن بعد بديت نزين فيه بهذا الشكل. اني كنت راح ندير ربعة هكا بالنقاش، لكن تفكرت قلت ممكن تجيني كش اخت من الاخوات تقول لي راهو شغل الصليب، وليت بدلت درت فيه 8 هكا على شكل وردة، يعني هكا جا مسحوف خير صراحة. وبعد ما كملت كامل الحبات جبت لهنا هذا الكوردون وثقبتهم من الوسط، يعني باش ما يتنفخش في الفرن، وفي نفس الوقت يعني نخلي البلاصة تاع القرنفل ولا الطيب باش نحطه ثم. هذا الوقت ما كانش متوفر عندي، قلت حتى نكمل نطيبه. في نفس الوقت احنا في الدار ما نحبوش يعني القوت تاعو يعني كي يطيب وقلت نزيده مع الاخر وخلاص. كملت نقبتهم ولا ثقبت هذوك الحبات، نولي نزيد نقصه كامل، لأن لازم تطيبوه في ساعته ما تخليوهش يبات، لأنه فيه الخميرة الكيميائية. الخميرة الكيميائية هذيك تزيد تطريه، يعني كم شفتوا كي نرنخوا فيها ولا نشمخوا فيها الحبوب، كم شفتوا كيفاش يطيب. يعني إذا خليتوه يبات وطيبتوه راهو ما يتهزش من البلاطو، بعد ما تعسلوه يجي طري ياسر ياسر. وهنا بعد ما كملت راح ندخله الفرن، يعني جو حبات متحوفين يعني ما مش بطالين كما يقولوا. وكما قلت لكم اخواتاتي، شعلوا له غير من التحت فقط، كي يطيب من التحت شعلوا له من الفوق. كيفاش تعرفوه طاب من التحت؟ الجوانب تاعو يحمروا، كي يحمروا الجوانب طفيهم من التحت وشعلوا له من الفوق، يعني يتحمر بهذا الشكل راح يجيكم كامل قد قد. لانه درنا العسل في العجينة، وشوفوا يعني يخرج بعد طري ويهبل يهبل، الشكل تاعو ما يتبدلش، الخميرة الكيميائية هذيك ما تأثرش فيه، يعني كما راكم تشوفوا فيه. من بعد راح نعسله مباشرة، هو سخون والعسل بارد بارد ماهوش من الثلاجة، بارد يعني مع درجة حرارة الغرفة. نديرو نخفه بشوية مزهر، تحبوا ديروا مزهر، تحبوا تخليوه هكاك. يعني المقرود عادة نحط نشهروه بالمزهر، نخلطه مليح، نزيد المزهر لكن ما نكثرش، يعني كما راكم تشوفوا فيه راهو قاعد خاسر. ونبقى نسقي فيه تقريبا. لهنا العسل درت 530 جرام حتى 560 جرام حتى 600 جرام، يعني كمية كافية. هذا هو القيس، يعني اللي يحبه حلو ياسر أكيد يزيد، اللي ما يحبش الحلاوة ينقص وخلاص. لكن هكا يجي قد قد، يعني ما يجيش حلو ياسر ما يجيش معسل ياسر، ويعني وما يجيش ناشف، هكا يجي سوا سوا، يعني مقادير مضبوطة. ويعني كلش راني وزنته باش تجيكم وصفة يعني مضمونة، خاصة المبتدئات من أول مرة، يعني راح تنجح لكم إن شاء الله. هنا شوفوا نخليه كيما هكا يمتص العسل نتاعو عادي. انا درت يعني ماشي غلطة، كان لازم عليا نغطيه، يعني نتوما ما تغطيوهش، خليوه يعني يمتص العسل تاعو على خاطرو. انا على بالكم عندي لي زانسيكت، على جال هذيك تحتمت اني نغطيه. كي تغطيه ما يصرى له والو، يعني يطرى بزيادة، هذا ما كان. وانا قصدي ما تغطيوهش هو سخون، يعني باش ما ترجعلوش هذيك لافابور تاعو ترجع عليه. وكي اذا برد يعني غطيوها عادي كما تحبوا. خذوها من ذاك بعد ما امتص العسل تاعو خليته ليلة كاملة، شوفوا يعني امتص كامل العسل تاعو. وليت زينته حطيت له حوات القرنفل في الثقوب هذوك اللي كنا درناهم.
وشوفوا لهنا راهو امتص كامل العسل هذاك ودخل فيه يعني بشكل رائع. بقات له لمسة أخيرة فقط وهي اللمسة الجمالية. سر اللمعة نتاعو يعني هو بارد هكاك، يعني كما قلت لكم راهو بارد وامتص العسل، العسيلة تاعو كاملة. نجيب لهنا كمية من العسل وبارد في بارد، يعني العسل بارد والمقرود بارد، ونفوت له على السطح. يعني العسل هذا اللي نديروه في الأخير راح يبقى على السطح ويبقى يمد في هذيك اللمعة، وهذا هو سر اللمعة نتاعو. يعني كما تزيدولوش هذيك العسيل هذيك من الفوق، غير كمية قليلة فقط، يعني ما يجيكمش باللمعة هذيك إلا إذا عاد يعني تاخم من العسل، يعني شرب ياسر العسل. لا راني قاعدة نقص فيه قدامكم، يعني شوفوا ماهوش مطيش العسل تاعو خلاص. أنا بعد ما كملت حطيتهم في الكيسات وقدمته بالصحة والهنا على قلوبكم. اللي تشهد نقولها شهيتك في الجنة. نوضي طيب يا حبيبتي، يعني راني عطيت لكم كامل لي زاستيس والنصائح باش ينجح لكم من اول تجربة. يعني سر اللمعة تاعو، سر الطياب، سر اللون، يعني سر البنة. وعطيتكم ثاني مقادير مضبوطة جدا، يعني هكا تقدروا ديروه. شوفوا الغرس نتاعو يعني حتى هو طري ما يجيش يابس. اعجنوه فقط، ما ديروش كيفاش نقول لكم، ما تجريوهش ياسر. نقول لكم بالصحة والهنا. هذه هي وصفة اليوم، نتمنى تعجبكم تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم وآرائكم. تهلاو في أرواحكم، ولاقات الخير والسلام.